I really love you. ثانك يو. على مرسول. واخر شيء تحيه حب. وبلاتي بحال صافي جاي وباغي يتزوج تكون كل نقفه في كوسكو كنت نقفتو. سلام صغاريت من كوسكو. ولي شوهني. سامحني يا عمي. سلام، معكم فاطمه زهره تيسير. وهذه قصتنا على مرسول. فوالا في 2018 خدمت في كوسكو. كاع الناس اللي كانوا خدامين معايا كانوا دي كيبيكوا. جيتي بريسك لا سول بيرسون باش كنهضر فرونسي اونغلي وعربيه. سون بير كان كليان ديال كوسكو، ما كاينش كيهضر الفرونسي، دونك ديما كيبداو يقلبوا عليا فين انا. كتلقاني في شي قنت اجي راه ان كليون بغينا نتفاهموا معاه راه ما كيهضرش الفرونسي. لا بروميير فوا، لا دوزيام فوا، لا تروازيام فوا جا عندي قال لي بنتي فريمون زعما دخلتي لقلبي وعندي ولدي باغي يتزوج. انا في الاول والله ما كذب عليكم صحابي كيتفلى. قلت ليه خليني نفكر. قال لي شوفي راه ولدي راه خدام وراه يلاه جا وخدام مزيان سي ان فارماسيان وهكا وهكا. قلت ليه والله ما نرضى في وجهك. قال لي راه ولدي غادي يخرج مع 4 من الخدمه وغادي يجي يشوف. قلت ليه ويلي واش غادي يشوفني بهذه الحاله ديال الخدمه وتسنى واحد شويه نقد حالتي. قال لي لا وهاني ودابا يشوفك نيت على حقيقتي. وانا ما حملتش راسي، قلت صافي غيشوفني يقول لا ما بغيتهاش. ابخي قال لي لا ماشي مشكل راه غادي يجي يشوف. ايوا السيد ضربات واحد نص ساعه كنلقى واحد السيد ضارب كوستيم وجاي عرفتي وضرب واحد البارفان. ويلي انا ما فهمتش. جاي عرفتي وضرب واحد الكوستيم وكيتمسى بشويه. قال لي ايو فاطمه. درت فيه بحال هكا قلت ليه ياس. قال لي راه كان بابا جا واحد شويه وراه دوا ليا عليك. قلت ليه واش انت هو. وانا حشمت السيد جايب الكوستيم عرفتي بحال غيتزوج ما فهمتش. كنا جابوا الدفوع على العرس مباشره. كنا جابوا والله الا شتي كنا جابوا الدفوع لكوسكو كنا عرسنا وكلشي وسالينا ديك الساعه. عرفتي بقى كيدوي معايا وانا معتلفه وما عرفتش راسي شنو ندير. كان واحد البلاطو ديال الشيبس كنت هزاه وطاح داك الشيبس كله. ايوا بدا كيهز معايا الشيبس السيد بالكوستيم وكيهز معايا الشيبس من التحت وقال لي يلاه زيد تشطبوا. والنص ديال داكشي اللي كيقول ما كنتش فاهماه. وهو الصراحه معتلفه والخلعه ما فهمتش. قلت دابا هذا شنو باغي. انا في هي اللحظه يعني خجلت كثير، حسيت انه لبكتها كثير يعني. قلت لها خلص انا رح انتظرك برا. قالت لي خلص نروح نتقابل بعدين. قلت لها لا بدنا نشوف بعض هلا يعني بس لصقني لصقه ويلي. نتعرف على بحال صافي جاي وباغي يتزوج تكون كل نقفه في كوسكو كنت نقفتو. سلام صغاريت من كوسكو. بابا ما كيفهمش عليهم بزاف، دونك بابا كيهضر بالعربيه الفصحى. دونك ملي جا هو هضر مع بابا باش يخطبني عرفتي شتي الفيلم الرساله. والله الا هكا وقع. رحنا على ستاربكس. عمي قلت له السلام عليكم. مرحبا عمو كيفك شو اخبارك؟ قال لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا بني. انا قلت له لفاطمه قلت لها شو ابوكي؟ قالت لي رد عليه عم يحكي لغه عربيه فصحى. هو قلت له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عماه. انا فكرته بالاول عم يتمسخر علي. قالت لي نو هو سيريس. بعدين قال لي كيف الحال يا بني؟ قلت له الحال على اتم ما يرام يا عماه. تضحك يعني ما ابويا بيحكي واحد والله ما بدي اضحك بس ابويا حيضحكني بعد شو هذا. ودابا يشوف هذا الفيديو وتشوف. سامحني يا عمي. هلا هون كانت مرحله التحدي يلي هي بقى الكوميونيكيشنز بيني وبين فاطمه. في كلمات بالعربيه هي نفسها باللهجه السوريه والمغربيه ولكن المعنى مختلف تمام. فمره في احد اصدقائي فاطمه قالت لي هذا رفيقك ليش هيك ازعر؟ فقلت لها ليش شو عمل لك؟ بتحكي لي ما عمل لي شيء بس هو ازعر كثير. نحن عندنا ازعر معناتها واحد بيعمل شغلات مو منيحه. قلت لها قولي لي شو عمل لك؟ فهميني شو عمل لك عشان تقولي عنه ازعر؟ قالت لي لك لانه ازعر. قلت لك شو عمل لك؟ وبقينا هكا اشنو دار لك ما دار لي والو ولا كان زعر. بعدين هي قالت لي شو انت شو فاهمه؟ قلت لها يعني هو عمل لك شيء مو منيح
قلت لي لا ولي نو ما عمل لي شيء الزلمه، عم ازعل يعني اشقى. قلت له هلا ازعل يعني اشقى. ففي موقف ثاني وقت كنت رايح على كازابلانكا، فاتصلت بالترافل ايجنسي فقلت له بدي احجز تذكره مونتريال كازابلانكا. قال لي هلا انت حتطير بهذا النهار من مونتريال للدار البيضاء. قلت له يا اخي انا ما بدي اروح على الدار البيضاء، انا بدي اعمل لك بدي اروح على كازابلانكا. هو هداك صار يضحك، قال لي يا حبيبي انت هي كازابلانكا. قلت له كيف هيك؟ هي كازابلانكا وهذيك الدار البيضاء. قال لي لا يا حبيبي هي كازابلانكا نفس الدار البيضاء. البلد العربي اللي زرته وشعرت حالي في سوريا الثانيه هي المغرب عن جد، لانه وقت انا كنت امشي بالشارع واقول احكي لاي حدا يسالني انت من وين؟ قل له انا من سوريا. اهلا وسهلا بكل اهل سوريا، اهل الشام، نحن بنحبكم، الله يوفقكم. كنت بصراحه لدرجه اخجل من الكرم يلي قدموا لي اياه. يعني هي البلد لها معزه كثير كبيره عندي، لدرجه انه اليوم بقول لزوجتي بدي اروح على المغرب اكثر ما هي تحكي لي بدي اروح زور المغرب. كل المحبه من الشعب السوري من مدينه دمشق الى كل الشعب المغربي في المغرب. اذا انت حابب تتزوج من المغرب ما تتردد. في كثير من اصدقائهم متزوجين بثقافات ثانيه. في شغله لمستها انا انه الامراه المغربيه she's very smart. تتاقلم مع ثقافه الزوج لحتى تشعروا بشكل غير مباشر انه we are the same, there's no difference. البنت المغربيه بشوفها اذا حبت الرجل فبتكون معه في السراء وفي الضراء. انا هي الاكسبيرينس تبعي مع زوجتي، وقفت معي بالحلوه والمره حتى قبل ما نتزوج. انا صراحه هذا الشيء يعني ما شفته من اي حدا، ف I really love you. Thank you. في الأول c'était un peu difficile. Déjà le fait أنه ماشي مغربي ça m'a pris du temps أنني أتقبل الفكرة. Mais après شوية بشوية. She was smarter than me. إنه هي تعلمت اللهجة السورية بسرعة. أنا بصراحة عم حاول أتعلم اللهجة المغربية، فتقعد هي تعلمني يعني. هلا أنا أول كلمة هي علمتني إياها قالت لي أنت الكبيدة ديالي. ولي شو هني؟ فكل حدا بيسألني شو تعلمت في المغرب بقول له أنت الكبيدة ديالي. دابا عرفتي شنو؟ في ما شاف شي حد كيحترموك كيعزوك يقول لي أنت الكبيدة ديالي، كنقول لهم ما كنتقالش هكا. اول حاجه زوينه سيكم ملي كنتعصب وكنبدا ندوي بالشلحه، كنبدا نسب بالشلحه وحتى هو ما فهمنيش. لا بيرسوناليتي المغربيه عاد كتخرج، ولكن كنحس بحال هما ملي كيتعصبوا بحال كيوت. ماشي حنا المغاربه كنتعصبوا كنهضروا بالجادو. الفو بروندر لو طون الوحده تعرف لا بيرسون اللي غادي يكون لو كونجوان ديالها. بدينا انستغرام واحد عام، دابا عام ونص من يلاه تزوجنا. كنا بدينا الخدمه خلينا كلشي وبدينا في واحد المشروع جديد في السوشيال ميديا. كنديروا تو سكي فود اند ترافل، دونك كنبقاو نسافروا ونشوفوا الماكله نشوفوا لي كولتور، وان شاء الله غادي ندخلوا ان كونسيبت جديد هنا لكندا كنخدموا عليه انا وياه، وان شاء الله يعجب الناس وفوالا ويشجعونا الناس. وحابب اوجه تحيه حب وتقدير لكل الشعب المغربي ودوله المغرب يلي من دمشق من سوريا، لانه عن جد اطيب شعب واحلى بلد. وكلكم اذا اي حدا اي شاب بيحب صبيه مغربيه يروح يتزوج، لانه اذا بتتزوج مغربيه بتعيش عيشه هنيه.